السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نجاوبوا على واحد السؤال اللي بزاف ديال الناس كتسول عليه اولا فكرات فيه، اللي هو علاش الكولا كتلصق كلشي ولكن ما كتلصقش في القرعه ديالها. اولا كيفاش كتخدم اللصاقه اللي في العبوه؟ اللصاقه بحال كولا سبيسيال كتصنع من المواد اللي عندها القدره على الالتصاق بواحد القوه كبيره. هاد الماده كتلصق ملي كتفاعل مع الهواء اولا مع السطح اللي كتجي فيه، وكتحول من ماده سائله لواحد الماده اللي كتكون صلبه وكتشبت مزيان في السطح. القرعه اللي كتكون فيها اللصاقه كتكون غالبا معموله بواحد المواد خاصه بحال البلاستيك الملس اللي ما كيتفاعلش مع الماده اللاصقه. المواد اللي كدار في القرعه كتكون مدروسه بعنايه باش ما يكونش عندها اي تفاعل مع اللصاقه باش ما تلصقش في الداخل. السطح الداخلي ديال القرعه كيكون ملس بزاف وحتى معمول باش ما يتفاعلش مع اللصاقه. المواد اللاصقه بحال كولا سبيسيال كتحتاج شويه تفاعل كيميائي وحراره باش تلصق، ولكن في الداخل القرعه ظروف مهيئه باش ما يكونش هذا التفاعل. اللصاقه اللي في العبوه كتحتاج غالبا تعرض للهواء باش تبدا عمليه الالتصاق. داخل القرعه كيكون واحد الجو اللي ما فيهش هواء بزاف، وهذا كيمنع اللصاقه باش تبدا تقساح وتلصق. القرعه كتحافظ على اللصاقه في حاله سائله حتى كتخرج منها، وملي كتعرض للهواء كتقساح. البلاستيك اللي كتصنع منه القرعه كيكون عنده خصائص كيميائيه اللي كتحميه من الالتصاق. بزاف ديال الابحاث بينات ان البلاستيك اللي كيتستعمل في القرعات ديال المواد اللاصقه كتكون عنده مقاومه للتفاعل مع المواد الكيميائيه. اللصاقه بحال كولا سبيسيال كتصنع من البوليمير اللي كتحتاج تتعرض لواحد الشرط بحال الهواء ولا الرطوبه باش تبدا تلصق. في داخل القرعه ما كيكونش هاد الظروف، وهذا اللي كيخليها في حاله سائله وغير لاصقه. الشركات اللي كتصنع اللصاقه كيخدموا بتقنيه خاصه للتغليف باش يضمنوا ان اللصاقه ما تلصقش في داخل القرعه. كيستعملوا مواد غير تفاعليه ومسقوله بزاف باش يحميو اللصاقه من التصلب والالتصاق. اذا السبب اللي كيخلي اللصاقه اللي في القرعه بحال كولا سبيسيال ما تلصقش في القرعه ديالها هو التصميم المدروس للقرعه اللي كيستعمل مواد وبيئه داخليه خاصه باش تحافظ على اللصاقه في حاله سائله وغير لاصقه تيجي الوقت اللي نحتاجوها فيه. هذا التوازن بين الماده اللاصقه والعبوه ديالها كيبين كيفاش الهندسه والعلوم كيتكاملوا باش يعطيونا منتوجات فعاله وسهله الاستخدام. واخيرا لا عندكم شي سؤال اخر ولا بغيتوا تعرفوا شي حاجه خليوها ليا في التعليقات، وما تنساوش ديروا لايك والسبسكرايب باش تبقاو معنا في الجديد.